السلام عليكم ومرحبا بكم في قناتكم تيمغاري بلوس. القناة اللي كنسلطوا فيها الضوء على قضايا الاشخاص في وضعية اعاقة وعلى الاسر ديالهم وعلى القصص اللي كتخلينا نفكروا نسولوا نقلبوا على الحلول. هنا ما غاديش نعاودوا غير القصة، غادي نحاولوا نعيشوها مع صحابها، نفهموا المعاناة ديالهم، نطرحوا الأسئلة اللي مرات كتير المجتمع كيسكت عليها. الهدف هو التوعية، الفهم، تحسين نظرة المجتمع الأشخاص في وضعية إعاقة والأسر ديالهم. اليوم عندنا قصة جديدة ورسالة جديدة. تصوروا معايا أنك أب أو أم عندك بنت قريتيها، تمنيتي لها أحسن مستقبل، كبرات، قرات، خدات الإجازة وكان عندها طموح كبير تكمل قرايتها وتخدم. من بعد قالت لك أنها بغات تزوج، والشخص اللي اختارت هو واحد من العائلة، الشخص كنتي كتثق فيه ووافقتي. تزوجات، مشات تعيش بعيد عليك. في البداية قلتي الله يكمل عليها بالخير. من بعد بنتك غتولي أم لطفل عنده تأخر ذهني وعنده احتياجات في التأهيل، وبنتك ولات كتخدم الصباح وعشية وكتجري بين المدن وكتحاول توفر العلاج والحصص لولدها. من بعد بنتك نفسها تعرضت للعنف الزوجي وغتدخل المستشفى. بغيتك تفكري معايا وتفكر معايا، إلا كنتي انت في هذا الموقف شنو غادي دير؟ واش غادي تقدر تحمل المسؤولية د بنتك وولدها؟ شكون غادي يهتم بيها في نظرك؟ شنو هي الحلول اللي عندك؟ فكر معايا قبل ما نكمل، لأن القصة اللي غادي نسمعك اليوم ماشي بالضرورة قصة بعيدة عليك. يمكن تكون قصة عائلة كتعيش حداك، يمكن تكون قصتك انتي أو انت. دابا سمع معايا قصتها كما عشتها هي. قصتي أنا قصة فيها بزاف ديال الحوايج اللي دازو عليا، وحوايج حتى أنا ملي كنت كنعيشهم ما كنتش متخيلة فين غادي يوصلوا بيا. يمكن شي ناس يسمعوا قصتي ويقولوا وعلاش سكتي، علاش صبرتي، علاش بقيتي معاه، علاش ما طلبتيش المساعدة بكري. ولكن الإنسان ملي كيكون وسط المشكلة ما كيبقاش يشوف الأمور بنفس الطريقة اللي كيشوفوها بها الناس من برا. أنا كنت واحد من هاد الناس، كنت كنقول ديما غادي نصبر، غادي يتصلح الحال. ما كنتش عارفة أن هاد الصبر غادي يكلفني بزاف. أنا بنت كبرت مع 4 ديال خوتي كلهم دراري قاريين وخدامين. قريت، حصلت على الإجازة ديالي بميزات حسن جدا، كان عندي أحلام نكمل الدراسة ديالي ونشوف راسي خدامة ونبني المستقبل. ما كنتش كنشوف الزواج على أنه غادي يوقف حياتي، كنت كنقول الزواج والحياة المهنية يقدروا يمشيو بجوج. لكن الحياة كانت عندها قصة أخرى معايا. جا موضوع الزواج والشخص اللي تقدم ليا كان ولد العائلة، وهاد الحاجة هي اللي طمأنات العائلة ديالي وقبلوا. أنا قارية، لكن الزوج ديالي ما مكملش قرايته. مع ذلك قلت أن الاختلاف في المستوى الدراسي ما غاديش يكون مشكل. الإنسان ماشي بالقراية لكن بالأخلاق والمعاملة. قلت مع الوقت غندبروا على خدمة وغيكون مسؤول وغنبنيو حياتنا. وزدت قلت راه ولد العائلة وعائلتي عارفين، وزعمت وتوكلت على الله وتزوجت. من بعد الزواج غنتفاجئ، غنتقل نعيش مع راجلي في مدينة أخرى، مدينة بعيدة على والديا وعلى عائلتي. هنا بدات أول مرحلة صعيبة بالنسبة ليا، لأنني طول حياتي وأنا عايشة معاهم. والإنسان اللي كيكون قريب من والديه حتى لو وقع ليه شي مشكل، إلا مرض، يقدر يمشي عندهم، يهضر معاهم، يواسيوه، يرتاح شوية ويرجع لدارو. أنا كنت بعيدة وكان خاصني نتعلم نعيش بوحدي. في البداية كنت كنحاول نتأقلم، لكن المشكل كان أن الزوج ديالي مرة خدام ومرات بزاف ما خدامش، ما كانش عنده استقرار في الخدمة، إما كيتخاصم مع مالين الخدمة وإما كيشكي من الأجر أنه غير كافي. والمصاريف كاينة، الدار خاصنا نفرشوها والمعيشة والكرا، وأنا ما قدرتش نبقى غير كنتسنى. اضطريت نقلب على الخدمة وبديت كنخدم. مع الوقت ولات المسؤولية المالية الكبيرة عليا. أنا كنت كنخدم على برا وكنرجع نخدم للدار، كنحاول ندبر حياتي
وكنت كنقول ماشي مشكل، المهم الأسرة تبقى واقفة. كنت كنشكي لعائلتي والجواب كان ديما صبري، وكان بهذا المشكل كيدير مشاكل بيني وبين راجلي وكنتناقشوا عليهم. ومرة كانت كتكون شي حاجة كنت كنتصل بالأم ديالي، كنت كنقول لها راه ما خدامش، كثرت ما جلس كتر من اللي كيخدم، راه المصاريف كلها ولات عليا، راه كاينين مشاكل بيناتنا بسبب هاد الشي. لكن الأم ديالي كانت كتقول لي صبري، راه غادي تبدلي، يمكن غير الظروف اللي صعيبة عليه، الله غادي يفرجها، يمكن ملي تجيبي له شي وليد وتحمل المسؤولية غادي تبدلي. كنت كنقول يمكن عندها الحق، وكنت كنصبر. من بعد حملت، وكان الحمل بالنسبة ليا مرحلة جديدة، كنت فرحانة، كنت كنقول يمكن هاد الوليد يكون بداية جديدة، يمكن ملي يولي أب يتحمل المسؤولية أكتر ويستقر في الخدمة. كنت كنحلم بواحد الحياة بسيطة، أنا وهو وبنتنا ولا ولدنا، حياة عادية. كنت كنقول غادي ندوزو من هاد المرحلة. من بعد ولدت ولدي، ما نقدرش نوصف لكم الإحساس ديالي ملي كنشوفو لأول مرة. بالنسبة ليا الدنيا كلها ونساني كاع في المشاكل اللي كان بيني وبين باباه. لكن مع مرور الوقت بديت كنلاحظ شي حويجات في ولدي. ولدي ما كانش كينساد وكيكبر بالطريقة اللي كنت كنتوقع. كان عنده تأخر كبير، كان عنده مشكل حتى في الحركة وفي النطق، حتى هو كان عنده فيه صعوبة. في البداية كنت كنقول يمكن حيت زعما كان تأخُّر بسيط وحيت الولد الأولاني، لكن من بعد بدا القلق كيكبر، ومشيت عند طِبّ الأطفال وبدات كتضح الصورة أكتر. ولي عنده تأخُّر ذهني وعنده صعوبة في الحركة وكان محتاج للتأهيل والترويض. بالنسبة ليا العالم تبدل، ما بقاتش القضية غير أم كتربي ولد ومسؤولة عليه بوحدها وكتصرف على العائلة بوحدها. واخا ماشي عيب، لكن العوين كان مزيان. ولا عندي ولد محتاج للترويض، المتابعة الطبية، الدويان، الفحوصات، وأنا كنت خاصني نكون معاه لأن راجلي ما بغاش يتحمل المسؤولية ديالو. المشكل أن المدينة اللي كنت ساكنة فيها كانت صغيرة وما كانتش فيها كلشي الخدمات اللي كيحتاج ليها ولدي، وكنت كنضطر نمشي لمدينة أخرى فيها والدية باش ندير لولدي بعض الحصص اللي كان محتاجها. كنت كنشد الطريق، كنجيب ولدي، كنسايم بالساعات باش توصلوا النوبة ديالو، وملي كيدوز كنجيبو تاني وكنرجع راجل لداري مهلوكة. في نفس الوقت كنت خدامة، وهنا بديت كنحس أن حياتي ولات صعيبة، حيت كيفاش غادي نخدم، كيفاش غادي نهتم بولدي، كيفاش غادي نمشي بيه للحصص، كيفاش غادي نوفر المصاريف اللي غادا وكتزاد. كنت كنعيش مسؤوليات كبار عليا، خدمة باش نعيش ونعيش عائلتي، وولد خاصو مصاريف. الخدمة حتى هي بدات كتأثر، حيت كنت مضطرة في بعض الأحيان نغيب، مش حيت مهملة، لكن حيت ولدي كان محتاجني وأنا الوحيدة اللي مسؤولة عليه. لكن المسؤول ديالي في الخدمة قال لي ما يمكنش تبقاي مرة حاضرة ومرة غايبة، وعنده الحق من هاد الناحية. لكن شنو غندير إلا مشيت للخدمة ولدي محتاج ليا، وإلا بقيت معاه محتاج مصاريف، وأنا إلا ما خدمت شكون غادي يخلص؟ وهنا رجعت لراجلي وقلت له خاصك تخدم وتبقى في الخدمة، قليل ومداوم ولا كتير ومقطوع. أنا ما بقيتش قادرة بوحدي، ولدنا محتاج مصاريف ديال الترويض والتنقل والحصص، خاصني نخدم، وأنا ما نقدرش نبقى كل مرة نغيب غيجريو عليا من الخدمة. لكن هو ما تقبلش الكلام والمواجهة، وبان ليا وجه آخر. في البداية كان كيغضب وكيتقلق وكيقطع الهضرة بالسيمانات، وكان كيلقى راحته في داك الشي. من بعد بدا السبان والإهانة، ووصلت القضية حتى للضرب. المرة الأولى قلت يمكن هذه غير مرة، ولكن ما كانتش مرة واحدة، كان كيوقع العنف. كنت كنحاول نلقى تفسير، كنت كنقول يمكن مضغوط، يمكن حيت ما لقاش الخدمة، يمكن حس براسو ناقص حيت انا قاريه اكتر منه وكنخدم وكنصرف على الدار، يمكن الظروف ما مساعفاه. كنت كنحاول نبرر ليه حتى ملي كان كيضربني. من بعد ملي كان كيولي كانه ما وقع والو، كان ممكن يقول سمحي لي راه غير تعصبت خير،
وأنا كنت كنرجع نسكت، ولكن العنف ما وقفش، بالعكس كل مرة كان كيزيد، وأنا كل مرة كنت كنقول خاصني نصبر بلا ما نقولها لحد، ولكن كان في الداخل ديالي سؤال حتى لمتاش. كنت أم وعندي طفل محتاجني، وكنخاف عليه وكنخاف على مستقبله، وكنت كنخاف حتى على راسي وعلى المستقبل ديالي، لكن ما كنتش عارفة شنو ندير. واحد النهار قبل ما نتخذ أي قرار وقعت واحد المدابزة كبيرة بيني وبينه. هنا حاولت نوقف ضد العنف. ما غاديش نقدر نوصف لكم كل التفاصيل ديال داك النهار لأنني كنحاول ننساها، لكن اللي وقع هو أنني طحت على طولي وجيت على راسي، والإصابة كانت خطيرة. دخلت المستشفى، من بعدها دخلت في غيبوبة أسبوع كامل وأنا ما عارفة والو، ما عارفة لا شنو وقع لولدي لا شنو غادي يوقع ليا. ملي فقت ما بقيتش نفس الإنسانة اللي دخلت المستشفى، وخرجت وكنت خرجت بإعاقة. الإصابة أثرت عليا بشكل كبير، النصف ديال الجسم ديالي تأثر، الحركة ولات صعيبة، كنت محتاجة العلاج، كنت محتاجة الترويض، كنت محتاجة نعاود نتعلم بزاف ديال الحوايج اللي كنت كنديرهم بلا ما نفكر ولات خاصني نحسب ليها ألف حساب. الحركة، المشي، التوازن، الخروج، حتى حياتي اليومية تبدلات. يعني أبسط الأمور اليومية كنت كنعتمد على الأم ديالي، لكن وسط هاد الشي كان عندي سؤال واحد: ولدي فين هو؟ ولدي حتى هو محتاج العناية، وأنا دابا محتاجة أكتر منه، وأنا في السبيطار ولدي كان كيحتاجني. هاد المسألة هي من أصعب الحوايج اللي عشتها. أنا اللي كنت كنعتني بيه، أنا اللي كنت كنمشي بيه للحصص، أنا اللي كنت كنتبع مع الطبيب، وفجأة ما بقيتش قادرة حتى نهتم براسي. ولدي ما عندوش ذنب، هو طفل في وضعية إعاقة، ما فاهم والو من هاد الشي، ما فهم والو من العنف، وما فاهم والو من التواجد ديالي في المستشفى. هو محتاج مو ولا محتاج إنسان يحن عليه. والديا دخلوا في معركة وتحملوا المسؤولية. الحمد لله كانوا واعيين وكانوا فاهمين أن الوضعية كبيرة، ماشي غير بنتهم اللي تعرضت للعجز، ولكن حتى وحفيدهم كان محتاج الرعاية. الوالدة ديالي كافحات معايا بزاف، والأسرة ديالي كلها وقفت معايا، لكن المسؤولية كانت كبيرة بزاف: علاج، ترويض، تنقل، عمليات، مصاريف. أنا محتاجة العلاج، ولدي محتاج الرعاية، في نفس الوقت خاص الحياة تستمر. أنا فهمت حاجة وحدة: العائلة تقدر تكون السند الكبير، لكن حتى العائلة عندها حدود. بديت رحلة طويلة مع الترويض، حصة ورا حصة. مرة كنكون عيانة، مرة كنكون محبطة، مرة كنقول واش غادي نقدر نرجع نمشي، ومرة كندخل في البكا بلا ما نوقف. لكن كنت كنرجع، كنعاود نحاول، كنت كنستعمل بيكي. المشي كان صعيب، ولكن كنت كنقول خاصني نرجع نوقف على رجلي، ماشي غير على ودي، على ود ولدي، حيت أنا إلا وقفت نقدر نعاون ولدي يوقف حتى هو. ولدي محتاج فرصة. في هاد المرحلة بديت كنقلب على مؤسسة يستقبلها ولدي. للأسف المؤسسات التعليمية كلهم كانت كترفضو، وكانوا كيقولوا لي ولدك بلاصتو ماشي هنا، بلاصتو في مركز ديال التربية الخاصة، حيت عنده إعاقة ذهنية. ما كان يستفد فيه من التربية الخاصة، من التأهيل، من المواكبة، من الخدمات اللي كان محتاجها. من بعد تعرفت على جمعية. هاد الجمعية كانت بالنسبة لي باب جديد، ماشي غير بالنسبة لولدي، حتى أنا استفدت. ولدي لقى فضاء كيستافد فيه، وأنا لقيت ناس كيسمعوني، كيوجهوني، وكيعاونوني نرجع نكتشف القدرات ديالي. حتى أنا رجعت نتعلم، استفدت من حصص المواكبة، من التكوينات، ومن المهارات الحياتية والمهنية. تعلمت كيفاش نقلب على خدمة، كيفاش ندير السيرة الذاتية ديالي، كيفاش نواجه الناس، كيفاش ما نخليش الإصابة اللي تعرضت ليها تختصرني في كلمة معاقة. أنا كنت مرأة قارية، عندي شهادة، تجربة، مهارات، وعندي رغبة نرجع نخدم. وبالفعل جا النهار اللي لقيت فيه أول فرصة عمل من بعد الإصابة. أول عقد، واخا كان فترة قليلة، بالنسبة ليا شي حاجة كبيرة. يمكن تكون حاجة عادية بالنسبة لكم، لكن بالنسبة لي كانت انتصار. انتصار على المعاناة، انتصار على العجز،
كنت كنقول أنا رجعت، ماشي رجعت بحال قبل، ولكن رجعت. العقد ديالي داز بخير، تعرفت على ناس، اندمجت وسالا بسرعة كبيرة، ولكن الحلم ما سالاش. من بعد كنت ممكن نقول خلاص، ولكن ما بغيتش. كان عندي حلم آخر، بغيت ندير مشروع خاص بيا، بغيت نكون مستقلة، بغيت نخدم شي حاجة نقدر نديرها بقدراتي. لكن حتى لهنا لقيت صعوبات. فين هو المقال؟ فين هما الإمكانيات؟ كيفاش نبدأ؟ منين نجيب راس المال؟ كيفاش نلقى الوسائل؟ كانت أسئلة كثيرة. لكن تعلمت أن الإنسان يقدر يتعطل، لكن ما خصوش يوقف. في وسط هذه الرحلة كلها كان خاصني ناخد قرار صعيب: الانفصال. أنا كنت عارفة أن القرار ماشي سهل، ولكن كنت كنسول راسي كيفاش نكمل حياتي مع الإنسان اللي كان السبب في الإصابة اللي بدلت لي حياتي. أنا ما قدرتش ننسى، ما بغيتش نعيش حياتي كلها في الخوف. كان خاصني نختار: إما نبقى عايشة في نفس الدائرة، وإما نبدا حياة جديدة. واختاريت نبدا من جديد. أنا وولدي سنوات كدوز، والتحق بالمركز كيستافد من الخدمات، وأنا استمرت في التأهيل ديالي. الحركة تحسنات، ماشي كلشي رجع الحال قبل، ولكن تعلمت نتعايش، تعلمت نمشي، تعلمت نتحرك، تعلمت نواجه. تعلمت حاجة مهمة: الإعاقة ماشي نهاية الحياة، ولكن الطريق ما كانش سهل. اليوم عندي سؤال جديد: أنا ملي كنقدم السيرة ديالي عندي شهادة وتجربة وقدرات، لكن مرات كنحس أن الناس كيشوفوا الإعاقة قبل ما كيشوفوا الإنسان. كيشوفوا لي بيكي، كيشوفوا طريقة الحركة، ما كيشوفوش الشهادة والسنوات والتجربة. ما كيشوفوش أنني مرة حاربات باش ترجع تخدم من بعد الإصابة، غيرات حياتها. وأنا كنقول: واش الإنسان ملي كيولي في وضعية إعاقة كتسالي الكفاءة ديالو؟ واش خاص الناس يشوفوا فيا غير الإعاقة، ولا يشوفوا الإنسانة اللي بقات كتقاوم؟ وأنا اليوم بغيتكم تفهموا أن وراء كل شخص في وضعية إعاقة قصة. بغيت نفهموا أن الطفل اللي في وضعية إعاقة ما اختارش الوضعية ديالو. بغيت نفهموا أن الأم اللي كتربي طفل في وضعية إعاقة حتى هي كتحتاج اللي غيساندها. أنا كان عندي الحظ أن والدي يوقفوا معايا، كانوا حاضرين، عاونوني، تحملوا مسؤولية بلي أنا ما كنتش قادرة. ولكن دائما كنسول راسي: كون كنت أم بوحدي، كون ما عنديش والدية، كون كنت أنا في وضعية إعاقة وعندي طفل في وضعية إعاقة، شكون غادي يوقف معايا؟ شكون يهتم بالطفل ديالي؟ شكون غيهتم بيا؟ هاد الأسئلة ما عنديش عليها جميع الأجوبة، لكن أنا عشتها. والأسرة بوحدها ما خاصهاش تبقى هي الحل الوحيد. أنا ما نقدرش نرجع بالوقت للور، ما نقدرش نبدل القرارات اللي خديت، ما نقدرش نمحي الأيام اللي دازوا عليا، ولكن نقدر نقول لكم حاجة وحدة: أنا ما استسلمتش. ملي طحت حاولت نوقف، ملي مرضت تعالجت، ملي فقدت جزء من القدرة ديالي على الحركة تعلمت كيفاش نتحرك من جديد، ملي ولدي احتاجني حاولت نكون أمه، منين أنا احتاجيت الناس لقيت عائلتي والجمعية اللي وقفوا معايا. اليوم ما بغيتش الناس يشوفوني كضحية، بغيتهم يشوفوني كإنسانة، إنسانة عندها شهادة، تجربة، طموح، عندها الحق في الفرصة. وولدي ماشي غير طفل في وضعية إعاقة، هو إنسان عنده الحق في التربية، التأهيل، الرعاية، الكرامة والمستقبل. هذه هي قصتي، يمكن ما عندهاش نهاية كاملة، لأنني باقي كنحاول، باقي كنحلم، باقي كنقول مادام الإنسان قادر غادي نحاول مرة أخرى. راه القصة ديالو ما سالاتش. من بعد ما سمعنا قصة هاد السيدة، أنا بغيت نوقف معاكم على مجموعة ديال الأسئلة. أولها: فين كانت الحماية؟ لأن هاد القصة بالنسبة ليا ماشي غير قصة زواج، ماشي غير قصة عنف، ماشي غير قصة إعاقة، هي قصة ديال أسرة دخلت في سلسلة من الأزمات. كل أزمة كانت كتزيد الضغط على اللي من بعدها. أولا: الزواج بين الأقارب والوعي قبل الإنجاب. هاد السيدة تزوجات من العائلة، وخصنا نكونوا واضحين،
الزواج القريب ما كيعنيش بالضرورة أن الأطفال غادي يتولدوا في وضعية إعاقة، ولكن من الناحية الطبية زواج الأقارب يمكن يزيد احتمال كبير بالإصابة ببعض الأمراض الوراثية، ولهذا التوعية والاستشارة الطبية والوراثية قبل الزواج أو قبل الحمل يمكن تكون مهمة، خصوصا اللي كيكون سوابق عائلية لأمراض وراثية أو إعاقات غير مفسرة. لكن في قصة هاد السيدة ما خصناش نقولوا بشكل قاطع ولدها في وضعية إعاقة بسبب زواج الأقارب، لأن تحديد السبب الطبي كيحتاج تشخيص، فحوصات، معطيات طبية. وهنا السؤال الحقيقي هو: واش المقبلين على الزواج عندهم المعلومة الكافية باش ياخدوا قراراتهم بوعي؟ الحاجة الثانية والأخطر في هذه القصة هي العنف الزوجي. في البداية كان الغضب، السب والإهانة، من بعد الضرب. هنا خصنا نوقفوا، لأن العنف ماشي مجرد مشكل بين الزوج والزوجة. ملي كيوصل الأمر للضرب والتهديد والإصابة راه ولا خطر على الإنسان والأسرة كامل والمجتمع. هاد السيدة كانت أصلا كتعيش الضغط كبير، خدمة، مسؤولة على المصاريف، عندها وليد في وضعية إعاقة، كتنقل بين مدن، كتواجه صعوبات في العمل، وبدل ما تلقى الدعم داخل الأسرة العنف زاد وضعيتها هشاشة. النتيجة كانت مأساوية، هي نفسها ولات في وضعية إعاقة. هنا خاصنا نسولو: واش كان ممكن التدخل قبل ما توصل الأمور لهذه المرحلة؟ واش كان عندها معلومات واضحة على فين تطلب الحماية؟ واش كان المحيط ديالها واعي بخطورات العنف اللي كانت كتعيشه؟ لأن الوقاية من العنف ما كتبداش ملي الإنسان كيدخل المستشفى، الوقاية خاصها تبدا قبل الكارثة. ثالثا، ملي الأم كطيح والأسرة، شكون كيحمي الطفل؟ هنا بالنسبة ليا هذا هو أهم سؤال في هذه القصة. الأم كانت هي الشخص اللي كيتابع ولدها، اللي كتمشي به الحصص، اللي كتقلب له على العلاج، اللي كتخدم باش توفروا المصاريف، وفجأة غتلقى راسها في السبيطار، غابت، ما بقاتش قادرة تتحرك، وبقات وعندها ولد في وضعية إعاقة محتاج الرعاية. الحمد لله أن والديها كانوا موجودين، والأسرة تحملت المسؤولية، وقفوا معاها ومع ولدها. لكن هنا خاصنا نسولو سؤال أكبر: واش كل أسرة عندها نفس الإمكانيات؟ واش كل أم عندها أب وأب وأم يقدروا يستقبلوها ويعتنيوا بها؟ واش كل أسرة عندها القدرة المادية باش تخلص العلاج والترويض والتنقل؟ واش كل أسرة عندها المعرفة باش تعرف فين تمشي، شنو الحقوق ديالها، فين تلقى الخدمات؟ لكن ما يمكنش تخليو الأسرة بوحدها كتحمل كل شيء، لأن هذه ماشي مسؤولية الأسرة بوحدها. في هذه الحالة خاص تكون كاينة شبكة حماية حول الأسرة، مؤسسات ديال الدولة، مراكز التأهيل، خدمات اجتماعية، مواكبة، دعم للأسرة اللي عندها أطفال في وضعية إعاقة. لأن الطفل ما خاصوش يفقد حقه في العلاج والتربية والتأهيل فقط لأن الأم ديالو مرضات ولا تعرضت للإعاقة. ولكن كاين سؤال آخر في نهاية القصة: هاد السيدة رغم كل شي اللي داز عليها رجعت تحاول تخدم، استفدت من التكوين، خدمات، دارت تجربة، وكان عندها طموح دير مشروع. لكن بعد سنوات ملي كتقدم السيرة الذاتية ديالها كيبقى السؤال: واش الناس اللي كيشوفوا الكفاءة ديالها ولا كيشوفوا الإعاقة ديالها؟ هنا خاصنا نبدلوا النظرة. الشخص في وضعية إعاقة ماشي بالضرورة شخص غير قادر، يمكن يكون قادر يخدم، يتعلم، ينتج، يبدع، يساهم. المشكل أحيانا ماشي في القدرات ديال الشخص، المشكل في الحواجز اللي كيديرها المجتمع قدامه. خلاصة القول: القصة ديال هاد السيدة علمتنا أن الإعاقة ما كتحتاجش غير العلاج، كتحتاج للحماية، كتحتاج للتأهيل، كتحتاج للتعليم، كتحتاج للدعم النفسي والاجتماعي، وكتحتاج كذلك لفرصة حقيقية في الحياة والعمل. وما خاصناش نطلبوا من الأسرة أنها تحمل كل شيء بوحدها، لأن حتى الأسرة يمكن لها تنهار. خاص المجتمع والمؤسسات يكونوا موجودين. أنا ما بغيتش من هاد القصة نخرجوا نقولوا زواج الأقارب يساوي إعاقة، ولا كل مرة كتسكت على العنف وغادي توقع لها نفس المأساة. القصة أكثر تعقيد من هاد الشيء. أنا بغيت نخرجوا بثلاثة أسئلة: واش كنوفروا الوعي الكافي قبل الزواج والإنجاب؟ واش كنحميو المرأة والأسرة قبل ما يوصل العنف الكارثة؟ واش عندنا منظومة قادرة تحمي الطفل في وضعية إعاقة في جميع الظروف، وخاصة ملي كتصبح الأم نفسها غير قادرة على القيام بالدور ديالها؟ لأن المجتمع الحقيقي ما كيبانش غير ملي كيكون كلشي كيما كيكون مزيان. المجتمع الحقيقي كيبان ملي كطيح الأسرة، شكون اللي كيساندها. شكرا لكل أم كتقهوم في الصوت.
شكرًا لكل أب وأم كيساندوا وليداتهم، شكرًا لكل واحد كيحاول يفتح باب أمام إنسان كان المجتمع غادي يسد عليه الأبواب. شكرًا بزاف لكل واحد تابعني حتى لهنا وشارك معايا هاد القصة بكل اهتمام. نتمنى تكون هاد الحكاية خلاتكم تفكروا معايا ماشي غير تسمعوها، وكنوعدكم إن شاء الله في القصة الجاية غادي نفتحوا حكاية جديدة وموضوع جديد ونعيشوه مع بعضياتنا ونقلبوا فيه على الأسئلة والحلول. إلى اللقاء في قصة جديدة ورسالة جديدة من قناتكم تيمغارين بلوس، وخليكم ديما قراب لأن كل قصة وراءها إنسان وكل إنسان عنده رسالة.